يكون خير إن شاء الله، يكون خير إن شاء الله إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: صدر من هيئة كبار العلماء قبل 30 سنة قرار يتضمن تكفير صاحب الكتاب الأخضر، فهل تكفيره يتضمن إهدار دمه؟ وما موقف المسلم من الأحداث التي تجري حولنا؟ أحسن الله إليكم. هو بالحقيقة بالنسبة لي كثر شغل الليبيين لي بسبب حضورهم في الحرم في الصيفية ورمضان، فصاروا يعرفون يأخذون أرقام التلفونات. عندي في البيت تلفونين في أكثر الأوقات، يشغل هذا وهذا يشغل هذا. قبل خروج الآن بدقائق يتصل منهم متصل. هالحين أنا أرى أن الرجل لا يعتبر ولي أمر لا يصح الخروج عليه، فإنه أخذ السلطة بالثورة على الملك السنوسي ملك ليبيا، فهو مغتصب للثورة للسلطة. ثم هذا الرجل مع اغتصابه للسلطة لم يتحلى بأخلاق المسلمين، هو أنكر السنة. أظن سبق أن قلت هذا الشيء هنا. هو أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا داعي لا حاجة إليها، يكفي القرآن. ثم هو أقرب ما يكون بأنه أعرابي جاهل. نقل عنه أنه يقول لا نقول قل هو الله أحد، هذا للنبي، الله يقول له قل هو الله أحد، أما احنا نقول الله أحد، أعوذ برب الناس، أعوذ برب الفلق وأمثال ذلك. كلف وفد من رابطة العالم الإسلامي في سنة 99 و300 وألف، يعني مضت سنة 400 ومضى الآن 31 والآن تقريبا 34. راح الوفد، أنا رئيس الوفد ومعي شخص اسمه الشيخ أحمد الحماني كبير علماء الجزائر الله يغفر له ويرحمه، الشيخ أبو بكر جومي رئيس قضاة نيجيريا في ذلك التاريخ. واحد قال له عبد العزيز أظن اسماعيل أو كذا، أمين عام الرابطة مساعد الأمين، رحنا له وقابلناه في ليبيا. كنا سكننا في العاصمة 4 أو 5، ثم قالوا في ليلة اليوم الأخير ستقابلنا الأخ العقيد، الفجر تكونوا متهيئين تركبون. ما نعرف وين نروح، ركبنا في الطائرة قالوا ولا بنغازي وقابلنا. أنكر هو ما يتعلق بالقرآن، قال أبدا أنا ما قلت هذا الكلام، مع أنه قال لي عنه أنه يقوله عدد من الليبيين، لكن قالوا لي في الحرم، ونقل عنه لهيئة كبار العلماء. هو اعترف بأنه يقول لا حاجة للسنة، القرآن يكفي. فقلنا له نحن الثلاثة والأربعة كيف نعرف أن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ كيف نعرف ذلك إذا لم نعمل بالسنة؟ القرآن لم يذكر هذا التقسيم. وجد نفسه حائرا لا يجد جواب. هو ليس أهلا للجواب، لكن الغرور والاستعلاء. لما شاف أنه ما لهم حيلة قال أنا لا أنكر السنة العملية، لكن يعني القولية. قيل له أيضا الزكاة كيف تعرف نصاب الإبل والغنم والبقر والذهب والفضة إلى آخره؟ لما شاف أنه سوف يحرج قال الفاتحة. جلسنا معه يمكن ساعة ونص، ومما وجه لي أنا قال نحن مثلكم في السعودية ما نمنع البناء على القبور. أنا لا أدري هل هو صادق ولا غير صادق، لأني ما تجولت في ليبيا، قعدنا فيها أسبوع لا نخرج من الفندق اللي حنا فيه. ولما ألححت عليه مني أرى المساجد التي بنيت بعد عصر الصحابة في تلك المدن وضحوا إلى
مسجد حديث العهد بالبناء في محل أشبه ما يكون في حراج الصنادق. فالخلاصة أني أنا لا أرى الرجل أهلا لأن يقال هذا والي لا يخرج عليه، لا يكونه غاشي من الناس. ثم في خطابته اللي يقول الآن سوف يقاتل إلى آخر قطرة في دمه، سوف يفعل. هذا ولي أمر حتى يقال يمكن ذا. هيئة كبار العلماء أصدروا في حقه ما أصدروا من التكفير، فليس هو ولي أمر لا يخرج عليه. حقيقة ولي الأمر شرعا لا يجوز الخروج عليه، وإن ظلم ما لم تروا كفرا بواحا. أما هذا الرجل فليس بولي أمر معتبر حقيقة، هو مغتصب غاصب جاني، ثم لم يحسن حتى يقال هذا يعتبرون من البغاة الذين قضاتهم تنفذ أحكامهم. لأن العلماء ذكروا أن القضاة إذا نصبوا قضاة، أن البغاة إذا نصبوا قضاة في البلد التي يستولون عليها أن أحكام القضاة تنفذ الشرعيين. هذا ليس من هؤلاء. ولهذا أنا أفتيت الليبيين بأن من قدر على خلع هذا وطرده فليفعل، وأنهم يقولون أنه يأتي بناس مرتزقة، يعني يجند ناس من الأفارقة من جيران ليبيا أو من السود الذين في أقصى ليبيا قد لا يكونوا متدينين، يفتكون بالناس وحصل فيه قتل، والله المستعان. فنسأل الله أن ينهي فتنتهم بانتصار الحق على الباطل، وأن يجنب بلادنا كل فتنة وسائر بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم هذا المجلس بالدعاء والإلحاح إلى الله جل وعلا يا شيخ، خاصة بين إذا إقامة لإخواننا هناك. ندعو الله عز وجل ويؤمن الإخوة، خاصة أن بين أذان الإقامة للإخوة في ليبيا، لأن الله أول شيء نسأل الله جل وعلا أن يجعل حركة الليبيين حركة يبتغون بها وجه الله. آمين آمين. وأن ينصرهم على القذافي. آمين. لأنه كما قلت لكم عنه شخصيا لا نراه مسلما. ولما أعيدت النقاش فيه مرة ثانية في طلب من جهة رسمية، أنا قلت للمجموعة أنتم سبقا قلتم بأنه غير مسلم، إنسانه جدد الإسلام وتاب فليعمل بعمل هذه التوبة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يسمعنا عاجلا غير آجل انتهاء الحركة الليبية بانتصار الحق على الباطل. آمين. والقضاء على فتنة القذافي. آمين. وأن يهدي الله كل من يناصره بأن يرجع إلى الحق ويتوب إلى الله جل وعلا. آمين. وأن يحقن دماءهم. آمين. ويغفر من قضوا نحبهم بهذا القتال. آمين. وأن يجعل عمل الذين قاموا بهذه خالصا لوجهه، يقصدون بذلك رفع الظلم عن البلاد، إنهم مجيبوا الدعاء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد المسلمين في كل مكان. آمين. وأن يسكن الفتن. آمين. أنا كما قلت لكم سابقا أن الشخص الذي يغتسب السلطة اغتصابا ولم يوله عليها أهل الحل والعقد في البلد لا يكون واليا شرعيا من كل وجه. لكن إذا أقام الحق ونصره وأذل الباطل ومنع الظلم وأعطى ذوي الحقوق حقوقهم يتعاون معه على قدر تمسكه. وأما إذا كان صاحب جبروت، هذا ظهر إن صحت الروايات التي نشرت في وسائل النقل من السجون التي أبوابها أبواب عجيبة في متانتها لا يخترقها الرصاص إلى غير ذلك. نسأل الله أن يعاجل النصر عليه في هذه الليلة قبل غيرها. إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد.